الفيديو ده بقى للناس اللي بتحب البسبوسه تبقى مرمره ولونها من بره زي من جوه، واخده لون حلو قوي. تعالوا نعمل مع بعض البسبوسه المطبوخه بطريقه سهله قوي من غير اي وقت ولا اي مجهود. انا عندي هنا اول حاجه حطيتها كوبايه وربع من السكر، حطيته في حاجه تكون نشفتها، يعني نشفت الحاجه الاول على النار وبعد كده حطيت فيها كوبايه وربع من السكر وسبتهم يتكرملوا لحد ما وصلوا لحد اللون البني الفاتح، ما نزودش عن كده علشان السكر ما يمررش. بعد ما وصلت للون ده حطيت عليها 3 معالق كبار من السمنه البلدي، ممكن تستبدليها باي نوع سمنه عندك. قلبتهم كويس لحد ما السمنه دابت، بعد كده نزلت عليها بكوبايه من الميه. اول ما تحطي عليها الميه هتلاقيها بقت قرص واحد كده ومسكت في بعضها. ما تقلقيش مع التقليب، اول ما تبدا تغلي كل السكر ده هيبدا يدوب تاني. بس برضو اهم حاجه تفضلي موطيه النار، يبقى كل ده على نار هاديه. اول ما دابت كده والسكر داب وما بقاش عندي اي كتل من السكر، حطيت نص كوبايه من جوز الهند و3 كوبايات من دقيق السميد الناعم، دقيق البسبوسه.